أنا مش متضايق من مشكلة معينة في الدنيا قد ما أنا متضايق من أصل وجود الدنيا نفسها. بحس إن الحياة كلها عبارة عن رحلة طويلة من السعي والتعلق والفراق والتعب، وفي الآخر كل حاجة هنسيبها ونمشي. شوف يا صديقي، جريمة أن تنظر للدنيا من خلال عقلك. أنت تنظر للدنيا من خلال خالقها، تنظر للدنيا من خلال الله. لأنك إذا نظرت إلى الدنيا من خلال نظرك إلى الله أنت هتفهم الدنيا كويس. عشان كده صلح نظرتك وانظر في المكان السليم ترى المعنى السليم. احنا الدنيا دي مخلوق من مخلوقات ربنا، يسري عليها تدبير ربنا سبحانه وتعالى وإدارته وتدبيره لشؤونها. والله سبحانه وتعالى يدبر أمر خلقه بحكمته ورحمته. وبالتالي لما ربنا تكلم عن النظر إلى الدنيا قال فانظر إلى آثار رحمة الله. بص في الدنيا كده لأثر صفات ربنا سبحانه وتعالى. خليني أشرح لك معنى كلمة أثر الصفات عشان دي أهم كلمة في دنيتك وآخرتك. لو أنا إنسان غني النضارة دي هتبقى غالية، فأنت لما تشوفها هتشوف نضارة غالية، دي أثر الصفة بتاعتي، صفة الغنى. لو أنا إنسان بسيط النضارة دي هتبقى بسيطة، فأنت هتشوف النضارة فيها أثر الصفة بتاعتي وهو البساطة والفقر. فالنضارة دي فيها أثر صفاتي من الغنى أو الفقر. كل المخلوقات كده، أنت كل ما تبص المخلوق ترى أثر صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى. فإذا نظرت للنضارة دي، لو أنا قلت لك النضارة دي بتاعت أبو بكر الصديق مثلا، يعني أنت هتبص لها بطريقة. لو قلت لك دي نضارة نبي أنت هتبص لها بطريقة حاجة تانية خالص. تعرف كانوا كتبوا مرة كده خبر في الجرايد إن في كتاب من كتب الشاعر أحمد شوقي زمان كان تقريبا بيتباع بقروش معينة زمان، أيام يعني الشاعر أحمد شوقي، معرفش كان ب10 قروش ولا حاجة زي كده. لكن في كتاب منهم كان ماضي عليه أحمد شوقي باسمه بس اتباع ب1.50 جنيه. يعني تقريبا ممكن يبقى 10 أو 20 مثلا ضعف تمن الكتاب، لمجرد ان كتب باسمه بإيده كده بخطه بس كده أحمد شوقي على الكتاب. وبالتالي إذا رأيت آثار صفات ربنا في الكون مش هتبقى بتبص للدنيا، هتبص للحرب اللي في الدنيا وتتأمل في حكمة الله في تدافع الخير والشر، واللي وراه أكيد خيرات كثيرة أدركناها ولا ما أدركناهاش. بص على عظم كم الأرزاق. شوف سيدنا النبي يقول يمين الله، يمين الله أيادي ربنا، يمين الله ملأى سحاء لا ينقصها شيء لا يغيضها شيء. انظر كم أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض. شوف ربنا بيأكل كام واحد كل يوم وبيشرب كام واحد كل يوم وبيلبس وبيأكل. شوف بس ربنا بيعمل ايه كل لحظة عشان تشوف أثر صفة الغني المقيت اللي يملك القوت. شوف رب العالمين سبحانه وتعالى بياخد حق كل مظلوم كل يوم ازاي، وشوف ربنا بيمهل كم ظالم في كل يوم حتى يتوب إلى الله. بلاش تعال نتكلم عليا أنا وإنت يا صاحب السؤال. شوف ربنا بيسيب في إيديك نعم عصيته بيها قد إيه، وصابر على تقصيرنا وصابر على عبادات بنعملها لا تليق بالبشر مش لا تليق بالله. ده احنا جودة عباداتنا لو أنا بقدمها الإنسان والله ممكن يرميها في وشي من قلة تركيزي وإهمالي وتأخيري، وربنا راضي بيها. لو نظرت للأكوان من خلال نظرتك لربنا انت ساعتها هتبدأ تركز في حكمة الحكيم ورحمة الرحيم وكرم الكريم وعفو العفو، بدل ما تبقى شايف اللي بيموت واللي بيتجوز واللي بيطلق واللي زعلان واللي فرحان. لا، ركز بس مع الإله اللي بيدبر أمر الكون، يدبر الأمر. وبالتالي يا صديقي النظر يكون لله ولا يكون للدنيا. فإذا رأيت الدنيا من خلال رؤيتك لربنا هتستريح، وربنا يحفظك يا رب.